السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. سنتحدث في هذا الفيديو عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقصاء منتخب إيران من مونديال كأس العالم القادم، ولم يتم تأهل المنتخب اليمني بسبب الظلم التحكيمي مباراة اليمن أمام إيران في الربع النهائي لكأس آسيا وحرمان من دخول بطولة كأس العالم. أما عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقصاء المنتخب اليمني في الظلم التحكيمي في الربع النهائي لكأس آسيا والمؤهلة لكأس العالم من قبل الحكم، وأيضا بسبب عدم فحص المنتخب الخاص من المنتخب الإيراني وبسبب الأعمار السنية وأكبرهم. أما الاتحاد الآسيوي بإقصاء إيران من المونديال للناشئين بسبب تزوير أعمار اللاعبين في مواجهة المنتخب اليمني أمام إيران في الربع النهائي بطولة كأس آسيا والمؤهلة إلى مونديال كأس العالم. سيتم خروج المنتخب الإيراني من المونديال الذي سيقام في أندلسيا وليس في البيرو، ولم يتم الإعلان الرسمي لهذا الخبر، ومن الممكن أن يتم الإعلان الرسمي بعد أيام قليلة. وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.